تقدر تقول عليهم فعلا ذئاب بشرية مش بني آدمين عاديين. لما قرروا يسلبوا بنت شرفها بعد ما خطفوها من ابن عمها من التوك توك وتناوبوا على اغتصابها في أرض زراعية، ورغم اللي تعرضت ليه من اعتداء وانتهاك لجسمها ونفسيتها اللي اتدمرت، إلا إن البنت أنقذتهم كلهم ما عدا واحد بس في اللحظات الأخيرة قبل إعدامهم. والقصة في السطور الجاية. الواقعة دي حصلت في مركز تلا بمحافظة المنوفية من سنة 2013، واللي أصدر القضاء حكمه النهائي فيها يوم 28 مايو 2025. شباب ورجالة في ال50 عددهم حوالي 11 واحد ضربوا ابن عم البنت اللي اسمه محسن جمال الدين بسلاح أبيض وخطفوها منه من التوك توك وخدوها في أرض زراعية وجردوها من ملابسها ونزلوا فيها اغتصاب جماعي وبالتناوب. الشرطة تمكنت من القبض على 8 وقررت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية بإحالة أوراق ال11 متهم إلى المفتي للنظر في إعدامهم، وده بعد ما الأدلة كلها تم إثباتها وتقرير الطب الشرعي أكد وقوع الاغتصاب. المحكمة اتأكدت من وجود نية الخطف من المتهمين وإنهم خدوها في توك توك إلى الأراضي الزراعية. وبعد سنوات من المحاكم أصدرت محكمة النقض اليوم الستار عن الطعن المقدم من ال11 متهم على أحكام إعدامهم، لكنها اتفاجئت بالبنت اتنازلت عن حقها في القضية، ومش معروف هل حصل تسوية مادية ولا إيه اللي حصل بالظبط. بس المحكمة قررت في حكم نهائي إعدام متهم رئيسي وخففت حكم الإعدام عن باقي المتهمين بعد تنازل الفتاة وأهلها ما بين السجن المؤبد والمشدد 15 سنة.